اهلا بكم مشاهدينا في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه تألق ديال لامين يامال مع فريق برشلونة. معطيات جديدة اللي غتسمع اول مرة. زكريا ابو خلال ليلة للتاريخ مع فريقه تولوز، وكواليس لم ترصدها الكاميرا في مباراة الاهلي والرجاء مساء امس بالدار البيضاء. تفاصيل كثيرة في الفيديو، على بركة الله نبدأ. الموهبة المغربية لامين يامال الذي شارك وتدرج مع الفئة السنية لفريق برشلونة كان له موعد مع ليلة تاريخية مساء أمس في مباراة الفريق الأول لبرشلونة مع ريال بيتيز هناك في الكامب نو، حيث كسب ثقة المدرب تشافي وأدخله في الدقيقة 83. ويسجل التاريخ أن هذه أصغر مشاركة للاعب في سن 15 و19 مع برشلونة في الدوري الإسباني. اللاعب المغربي فعلا دخل دار الفرق مع الفريق الأول رغم صغر السن ديالو، فخلق جوج ديال الفرص. الأولى في هذه اللقطة كما كتشوفوا بعد الاختراق الدفاعي، وكاد أن يسجل لولا براعة حارس ريال بيتيز. اللقطة الثانية كانت عبارة على الأسيست ديالو من خارج مربع العمليات لعثمان ديمبيلي. للأسف لم تكتمل الصورة ولم يسجل هدف من طرف ديمبيلي. وتشافي لم يتوانى على الشكر والثناء على لامين يامال المغربي بقوله أنه مستقبل برشلونة، بل وقارنه بميسي ولاعبين كبار، وتوقع أن يكون له مستقبل كبير مع الفريق الأول لبرشلونة. دابا مشاهدينا الكرام نمروا للاسد المغربي زكريا ابو خلال اللي تالق وساهم في التتويج ديال فريق تولوز بكاس فرنسا في ليله ماطره بالاهداف من طرف تولوز. زكريا ابو خلال كذلك كان له نصيب من الاهداف بحيث وقع على الهدف الخامس، بحيث تم تنفيذ هذه الضربة الثابتة من طرف أحد لاعبي تولوز. وهنا موقع المغربي زكريا أبو خلال اللي كان في موقع رائع، ورجعت له الكرة وسددها بقوة مباشرة نحو المرمى. قوة التسديد ما خلتش الحارس أنه يشدها، وكانت هدف بهذه الطريقة، وبالتالي تتويج تولوز بكأس فرنسا. فهنيئا لزكريا أبو خلال بهذا التتويج مرة أخرى. جميعا مشاهدينا كنذكروا التصريح اللي كان ديال يوسف شيبو العام المنصرم بعد إقصاء الرجاء على يد الأهلي في الدار البيضاء، حين قال أن الرجاء يسيرها مسؤولون أقزام، يعني أنهم ماشي قد المسؤولية. طبيعة الحال داز أيام وأسابيع وتبدلت الإدارة، وجاسي الهضراوي شد الرجاء من بعد منها. دازت الأسابيع ودازت الأشهر وجا الربع النهائي نفس الدور والتعاود نفس السيناريو. ما غندويش اليوم في كرة وما غندويش في التحليل ديال المباراة، بحيث أن شخصيا المباراة كانت بالنسبة لي منتهية من هناك من القاهرة، منتهية من هناك من القاهرة. نقطة. نرجع للسطر. الغير العادي هو تكرار نفس المشاكل التنظيمية في هذا المركب، مركب محمد الخامس. للأسف لكل عام كتعود نفس المأساة ونفس القضية. طبيعة الحال أنا لا أحكي عن النتائج، حيث قبل ما ندويو على النتائج خصنا نوفروا أول حاجة الأمن والأمان للاعب رقم 12. جميع الصحافة الوطنية والعربية تتغنى بالجماهير، صحيح الجماهير المغربية تبدع في الملاعب، تيفوهات 3 4 في لحظة واحدة وفي مباراة واحدة، هذا كل شيء جميل. تمدحونهم وتقولون اللاعب رقم 12، كل شيء جميل. الفريق بلا جمهور لا يساوي، كل شيء جميل. لكن علاش حتى شي واحد ما كيدوي على الجانب التنظيمي والجانب الخاص بالتأمين الخروج والدخول ديال المناصرين لأرضية الملعب؟ هذا الملعب بالضبط كل عام تيكون فيه مشكل، وكل عام تيطراو منه كوارث. والرجاء نفسها وفي نفس الدور العام المنصرم تحرمت من الجمهور جوج المرات مورا هذاك الماتش. ولكن واش الحل هو عقوبة مباراتين؟ هذا الحل نفسه ما حلش المشكل، حيث البارح مرة أخرى طرات كارثة مشابهة. شابة في مقتبل العمر في 29 من عمرها مشات ضحية تدافع الجماهير على أبواب الدخول للملعب. والسؤال، واش عقوبة ديال مباراتين حرمان الفريق من الجماهير غتحل لنا هذا المشكل؟ هذا المشكل كارثي وتنظيمي، وخاص الأمور توضع على الطاولة وتناقش بجدية أكثر. إذا كان فعلا هذا الجمهور ما غنضمنلوش السلامة ديالو والولوج ديالو والخروج ديالو بأمن وسلام، فبلاش منه، فبلاش من هذا اللاعب رقم 12. فبلاش من أننا كل عام نضحيو بواحد ولا بوحدة يمشيو عند الله بسبب التدافع وبسبب الهمجية في الدخول للملعب في الوجه لها وغياب التنظيم. علامة استفهام كبيرة كتطرح حول الموضوع،
ولا غالب الا الله، ونتمنى خير بعون الله. مشاهدينا متابعينا، وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم، تلاقوا غدا بعون الله في فيديو جديد.